دلوقتي اي فود بلوجر بقى حافظ مجموعه من الكلمات لذيذه لطيفه قوي قوي قوي، وعلى حسب متابعينك على حسب ما هتاخد. المهم خلينا دلوقتي في الكلام اللي بيتقال، احفظوها لو انت عايز تبقى فود بلوجر. كل ما تقول باحساس كل ما يخش قلوب الناس. والله طعمها حلو. لا 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 ده صايع، ده سندوتش فراخ صايع يا جدعان. بيت كوبرو ايه ده؟ بصوا قد ايه قرن الفلفل ده. شاورما يدخل يدوب مع العيش الفريش خطير. طاجن الكوارع ورق العنب عنده قصر الكبابجي ختم الرجال يا جماعه. تعالى يا احمد، تعالى يا احمد ناخد القطمه المفرحه دي. يا نهار ابيض على الفري. لا في كميه باظ وفاظ وشظ. خلاص بقى خلاص، دي سخنه قوي. يا لهوي يا لهوي ايه ده؟ كباب الحله دي في حته ثانيه، حته ثانيه، حته ثالثه رابعه خمسه. لا عظيم عظيم. ما تاكلش غير كده يعني، ما ينفعش شوكه وسكينه يعني. هي حلو انك تلظ اللظه يعني، ما هي اللظه حلوه قوي. الطعم ده بقول لك الطعم في حته ثانيه. تحفه، والفراخ نظيفه نظافه رهيبه. شويه اكلتوها هنا مش بجد يعني مختلفه. اقسم بالله قمر ومخدومه خدمه حلوه يعني، مستويه قوي يعني. وهمي برجر بجد خيال بجد يا جماعه، طعمه تحفه. بطاطس ولا الساندوتش، لا بجد جمدان والله. يستاهل تجي له مخصوص وتسافر له كمان. وهمي فوق. في مطاعم شغاله حرام ان هي تشتغل، في مطاعم شغاله ازاي احنا ما بنروحلهاش. ده واحد بياخد لك معلقه تاخدك في حته ثانيه خالص. ريحته جميله. الكيني ده جامد قوي. قصدي على السندوتش. بدي طعم مسكر كده. جامده قوي، جامده جامده جامده. عمر الجمبري ما هيخليك جودزيلا، سامع؟ انا واحد من الناس اللي بتابع الفود بلوجرز دول، 90% منهم بيدعموا المحلات الصغيره، وهم فعلا امكانياتهم الماديه لا تسمح ان هم يجيبوا فود بلوجرز. بيبعتوا لهم رسائل وهم كتر الف خيرهم بيروحوا يدعموا. طبعا دي حاجه جميله جدا ولازم نقدر الناس المحترمه دي. لكن يكون نفس الشخص لما يروح لمحلات كبيره ومشهوره جدا جدا جدا، او واحد معاه فلوس ونازل بتقله بيوصف الاكل، بيوصف مثلا كأن المشاعر اللي انتوا عارفين، الاحساس ان انتوا لما تبقوا بقالك كتير ما شفتش حد ونفسك تشوفه قوي ومره واحده ويجي يعمل لك مفاجاه، عارفين الاحساس اللي هو ياخدك كده. هما بيوصفوا الاكل نفس الطريقه، مع انه عادي هو بيوصف فول او بيوصف حته لحمه معموله حلو، بس مش لدرجه ان انت لما بتاكل تقول لك احلى اكله اكلتها في حياتي، او القطمه دي رجعتني لايام زمان. بيبالغوا قوي في الموضوع ده، فالموضوع ده ما بيكونش الطف في حاجه. ده طبعا اختي او مراتي او امي او ايا كان اللي عايز يجرب المحل واقتنع جدا بتمثيله، يلبسني انا في خروجه في طابور في زحمه ويطلع في الاخر والله الاكل عادي جدا. بس مش معقوله ان انت كل يوم تروح تاكل لحمه من محلات مختلفه وكل مره تقول الاكل وداني في حته تانية. طب هي فين الحته دي عشان انا اروح لها؟ كل فود بلوجر ياكل يقول لك الاكل وداني في حته ثانيه. في فود بلوجر بيقول لك انا هاكل بس حاسب لي على الاوبر، تمام؟ ده مثلا هتلاقي المتابعين بتاعه 3000 4000 5000. المهم هو في كذا ليفل لحد ما اقوى واحد بياخد له تقريبا 200000 جنيه. الناس لما بتوصل لمبالغ كبيره جدا جدا. بس اهم حاجه اعرف ان انت كل ما بتكبر كل ما ثقه الناس فيك بتبقى اقوى بكتير، فيا ريت تحافظ على الثقه الحلوه دي. كان معاكم محمد عثمان بس منظم من برنامج كواليس الحياه. السلام عليكم.